بلاش دايما فكره الافكار الغبيه اللي هي بتكون اللي هو لا انا مش هعمل كده عشان انا لوحدي، عشان مفيش حد معايا. مفيش حاجه اسمها كده اصلا، مش المفروض ان حد يبقى معاكي، يعني ده الطبيعي. ده الطبيعي. ليه انت واخده الموضوع بصوره نيجاتيف؟ ده الطبيعي. طيب للاسف الشديد دي مش افضل وضعيه للكاميرا قدرت اوصل لها، لكن قدرت اوصل لوضعيه ما، ودي حاجه حلوه جدا. ليه؟ لاني لوحدي ونسيت السناده. ده غير ان ما كنتش ناويه اني اصور، لكن بسبب ان بكره هو اليوم اللي المفروض انشر فيه، فلازم كنت اصور النهارده في كل الاحوال. خلينا نكمل. اتمنى بجد ان الصوت يكون واضح لان المكان اللي قاعده فيه هوا. النهارده حابه اكلمكم عن موضوع مهم جدا. دايما لازم تعتمدوا على نفسكم مهما كانت الظروف مش افضل حاجه. انا بس كنت عايزه اوضح لكم فكره. عمر ما كانت الظروف كويسة بشكل إن الواحد يقدر ياخد كل خطوة أو يعمل كل خطوة هو نفسه يعملها، وبرضه عمر ما الظروف هتكون وحشة لدرجة إن الواحد مش هيكون قادر يعمل ولا أي حاجة هو عايز يعملها. فهنا بالظبط الفكرة عاملة زي كأن حد بيشتغل جدا جدا جدا، لكن دايما الظروف مش سامحاله يحقق النتيجة اللي هو عايزها من الشغل بتاعه. فدايما اعرفوا ان الظروف مفيش حاجة اسمها حاجة ظرف حلو فانا هشتغل واجي على نفسي وهعمل اقصى ما بوسعي. وبرضه دايما من الناحيه التانية حسسوا نفسكم اللي هو لا الدنيا عادي مفيش حاجه، وايه يعني هو انا اول ولا اخر حد هيحصل لي كده. ده هيساعدكم جدا ان انتوا تتخطوا بشكل افضل وبشكل اسرع من غير ما تبقوا حرفيا بتقاوموا نفسكم او انتوا حرفيا مش عارفين حتى تتخطوا. فدايما فكروا نفسكم بالنقطه دي ان الحياه مش مستاهله مهما كانت الحاجه اللي انت عايزه توصلي لها فيها. فافتكري دايما ان ربنا بيقول في القران سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماوات والارض. فانا صراحه لما بقرا الايه دي يعني بحس اللي هو يا ترى ايه ممكن يكون في الدنيا اهم من ان انا اسعى للهدف ده، ان انا ادخل الجنه. دايما هتحس ان في عقبات حرفيا بتظهر من تحت تقطيع الارض، مش من تحت الارض بس، مصممه ان هي تبقى دي مخصصه ان هي مجهزه لك انت للحظه دي. انتوا ليه دايما بتشوفوا الحاجات دي بشكل سلبي؟ ليه ما تقولش مثلا ان ربنا بيحط قدامي العقبات دي عشان انا اكون اقوى من كل اللي حواليا؟ دي بالظبط الفكره. انت دايما هتشوف اي حاجه بشكل نيجاتيف او بشكل سلبي اصلا مش هتقدر تتخطى. مش هقولك مش هتقدر تفكر في حاجه، انت اصلا مش هتقدر تتخطى. هتفضل دايما محاط بفكره ان انت محاوط نفسك كده، محاوط نفسك بافكار سلبيه مهما جريت عن ارض الواقع. دايما اعرفوا ان كل حاجه حلوه والدنيا مش وحشه ابدا، حتى للاسف لو احنا ما كناش اخدنا افضل فرصه فيها او كده. خلي عندكم فكره ان الفكره او الفكر السلبي ده حاجه صعب توصل لكم. لو اعتمدت على نفسي انا دايما هبقى تعبان، لكن دايما هكون عندي حريه ان اعمل كل حاجه في اي وقت في اي مكان. هيبقى معايا فلوس اكتر، هيبقى معايا شغل الحمد لله، وحياتي هيكون فيها فليكسبيليتي اكتر ان انا ايه اللي استوعبها وان انا المتحكم فيها 100%. فدي الفكره. فما فيش حاجة اسمها عشان انت عديت بموقف سلبي او انت عديت بحاجة وحشة في حياتك معنى ان حياتك كلها هتفضل وحشة. لا، دي كأنها بتكون فترة انت بتقوى فيها وبتكون شخص افضل. فبلاش تكوني مش معتمدة على نفسك لان دي حاجة هتخسرك كتير جدا. حتى لو انت من الناس الاجتماعية على قد ما تقدري حجمي من فكرة انك تعملي كل حاجة مع الناس او انك انت يكون عندك وقتك الخاص بيكي اللي فعلا بتعتمدي فيه على نفسك. دي حاجة هتخليكي مش قادرة فعلا تشوفي الدنيا بطريقه ممكن تغيرك 180 درجه. لمجرد ان انت كل ما تحبي تروحي المكان تبقي دايما لازم مرتبطه بحد معين انكم تروحوا مع بعض او انك تخرجي مع حد، ما تحبيش تخرجي لوحدك. خلي بالك دايما هتلاقي ان للاسف الشديد احنا مش كلنا مناسبين دايما مهما كنا اصحاب وما فيش غيرنا لبعض وما فيش. لا، الدنيا مشاغل وكل واحد عنده اولوياته. فانت لما دايما اولوياتك تبقى مرتبطه باولويات حد تاني فمعلش يعني اكسكيوز مي، انت فين في الموضوع اصلا؟ انا عارفه ان الخروج بيكون افضل حاجه ان الواحد يخرج فيها طاقته ودايما يعني يعمل ريتشارجنج كده تاني لنفسه. لكن انا عارفه انت دايما بتقولي كده ان الخروج لوحدي مش افضل حل، ده كده هبقى كئيبه اكتر. طب ليه انت رابطه ده كده مع ان مفيش يعني مفيش سر كوني او مفيش حاجه كونيه بتقول ده؟ ليه دايما بنحط على نفسنا قوانين مش حقيقيه؟ انت اعتمدي على نفسك دايما. مش في كل حاجه على قد ما تقدري لازم تباني ان انت شخصيه مستقله وان انت قادره تتخطي اي حد وقادره تكوني لوحدك دايما عادي جدا. وفي نفس الوقت ده مش معناه ان انت هتكوني لوحدك بس زعلانه. اصلا بجد ما فيش افضل من ان الواحد يخرج لوحده حتى لو كان دي مش افضل حاجه هو يعملها، لكن دي فكره كويسه جدا ان هو فعلا تعرفي نفسك افضل وتتكلمي معاها بشكل اعمق. مش لازم كل حاجه تبقى معتمده على انك هتعمليها مع ناس. انت فين في الموضوع؟ لازم دايما تكوني مرتبطه بذاتك كفايه ومش مهم اي حد
تاني. برضو فكره انك دايما تكوني بتخافي من اراء الناس اللي حواليكي في حاجه انت لو عملتيها صح او غلط، الموضوع ده حرفيا مش بيدمر ناس، ده بيدمر اجيال. فبليز انت كده تبقي عارفه دايما علاقتك بينك وبين ربنا دي اهم حاجه، وان دايما طول ما انت ما بتعمليش اي حاجه بتغضب ربنا منك، او بمعنى اصح انت عارفه ان لو الناس عرفت انك بتعملي الحاجه دي صورتك هتتهز، دي حاجه بينك وبين نفسك انت عارفاها. آه، انت خايفه من ايه؟ خايفه من ايه؟ منك تعيشي دنيتك، تنزلي تشوفي حياتك، تكوني واحده معتمده على نفسك، مستقله بنفسك. لكن الناس اللي دايما عندها زي فكره نمطيه مهتزه عن نفسها، لا، ده بيرجع لسبب من السببين: اما انت فعلا علاقتك مش قويه بربنا، اما انت علاقتك مش قويه مع نفسك، والاثنين حلهم واحد، انك لازم تكوني لوحدك عشان توصلي لافضل حل والافضل طريق تمشي عليه بينك وبين نفسك وبين ربنا. كمان انت عارفه ان ده افضل طريق هيخليكي شخصيه كويسه، هيخليكي شخصيه قويه، خليكي واحده معتمده على نفسك، مستقله بذاتك، مش دايما معتمده على الناس. برضو لازم تكوني عارفه انك عشان تكوني واحده عايزه تعتمدي على نفسك كويس، مفيش حاجه اسمها تكوني بعقليه الناس اللي هي حرفيا بتتبع هواها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش اكون انا واحده كبيره المفروض مستقله بنفسي وبعتمد على نفسي، والاقي فعلا ان التصرفات اللي بتخرج مني هي تصرفات اطفال، او تصرفات ناس يعني غير مؤهله ان هي تكون حتى شايله مسؤوليه نفسها. الناس هتشوفك بطريقه مش كويسه خالص. فعلا انت اللي يعني انت اللي هتحطي نفسك موقف زي كده. حاولي على قد ما تقدري ان انت فعلا تكوني حد مستقل بذاته، بس فعلا يستحق ان هو يكون تراست وورثي، يعني شخص مؤهل للثقه، شخص فعلا لا يستحق ان الناس فعلا تعتمد عليه. انت اصلا في البدايه بينك وبين نفسك لازم تكوني شايفه ان انت شخصيه الناس تستحق ان هي تعتمد عليها. بينك وبين نفسك خالص انت تكوني شايفه ان انت لا، انت فعلا شخص تراست وورثي. تلقائيا انت مجرد ما تشوفي نفسك بالصوره دي وتكوني واحده فعلا بيخرج منك تصرفات ناس ناضجه، يعني بشكل تلقائي جدا هتلاقي الناس اوريدي بيبادلوكي نفس النظره دي. لكن زي ما قلت ما ينفعش تبقى انت ابدا واحده فعلا تصرفاتها غير مؤهله ان تكوني مستنيه ان حد فعلا يقول لك هي تستحق ان هي تشيل مسؤوليه او يعتمد عليها. كده انت لازم دايما تعتمدي على نفسك في كل حاجه. اصل مش طبيعي ابدا ان انا ابقى مستنيه ان الناس تديني حاجه انا اوريدي ما اديتهاش لنفسي، هم اصلا هيدوها لي منين؟ يعني هيدوها لي منين؟ مش فاهمه. فاقل شيء ان انت فعلا تعتمدي على نفسك وتثبتي نفسك دايما بان انت واحده فعلا تستحقي ده. طيب انا ازاي اوصل للمرحله دي؟ هتوصلي للمرحله دي وقت اما زي ما قلت لك تخرج منك تصرفات ناضجه. يعني ما تبقاش دايما قراراتي متوقفه او على الناس اللي حواليا، على نظره الناس فيا. لا، انا عارفه نفسي كويس، انا مين وعندي ايه وناقصني ايه. كل الحاجات دي هي اللي هتخليكي مؤهله ان انت فعلا تعرفي نفسك، وعارفه ايه الحاجات اللي ناقصاكي وتنميها، وعارفه ايه الحاجات اللي عندك وتطوريها. ده كله اللي هيخليك فعلا واحده معتمده على نفسك. ما ينفعش ابقى جايه عايزه اخرج زي ما قلت لكم، ما ينفعش ابقى جايه عايزه انزل مجرد ان صحابي قالوا لي لا ان هم مش فاضيين النهارده، فانا لا خلاص انا كده دنيتي وقفت، انا كده مش هنزل النهارده. ما ينفعش، انا اصلا خلاص هم انا بنزل معاهم في الاماكن دي، ما ينفعش اروح من غيرهم. انت شايفه اصلا بينك وبين نفسك قدام المرايه ان انت فعلا تستحقي ان انت حد يعتمد عليكي، انت شخصيه تستحقي الاعتماد ده، وانت اصلا مش قادره تروحي مكان لوحدك من غير ما صحابك يكونوا معاكي. بالمناسبه هم مش هيحسوا باي حاجه، يعني هم مش هيحسوا فكره اللي هو انت خرجتي من غيرنا فهيزعلوا، وحتى لو زعلوا ما انت عرضتي عليهم من البدايه، انت ما يعني فاهماني. كمان انت ما ينفعش كل تحركاتك اصلا تكون دايما مرتبطه بشخص معين او شخصيه معينه. لازم انت يكون عندك يعني حاجه بينك وبين نفسك، انت عايزه تخرجي، عايزه تفضي دماغك، عايزه تستجمي. ما ينفعش دايما كل حاجه اكون هعملها او عايزه اعملها او بخطط حتى ان انا اعملها تكون مرتبطه بحد تاني. هو انت معلش مش شايفه نفسك كامله في ايه؟ يعني ايه الفكره في الموضوع ده؟ انت عندك ايدين، عندك رجلين، الحمد لله نعمه كبيره جدا. ربنا خلقك كبني ادمه كده عندك كل حاجه، ما خلقش مثلا كل اثنين واحد عنده ايدين وواحد عنده رجلين عشان الاثنين يساعدوا بعض، مفيش حاجه اسمها كده. فايه فعلا اللي هيخليكي تعتمدي على اي حد في اي حاجه حتى لو كانت الحاجه دي حاجه تافهه؟ ليه؟ يعني ليه دايما ابقى عايزه انزل، عايزه اخرج، مش عايزه كل لوحدي؟ لا، كوني لوحدك وفعلا قوي نفسك، انت كده هتكوني شخصيه فعلا قويه
وتستحقي ان انت يعتمد عليكي. ده كله هيوقعك في مواقف انت فعلا تعرفي تتصرفي فيها لوحدك، بس انت لازم تاخدي الخطوه. انا مثلا دلوقتي اهو قاعده، ما فيش حد قاعد معايا، كل شويه بيجي ناس تعدي من قدامي شايفيني بصور. اتس اوكي، انا مش بعمل حاجه حرام، فاهماني؟ يعني ايه المشكله؟ احيانا بوقف التصوير عشان صوتهم بيكون مزعج بشكل مش طبيعي، بس برجع اصور تاني وعادي، والناس شايفاني وانا قاعده لوحدي في المكان. انتوا شايفين حرفيا كل الناس، كله قاعد في حاله، كله قاعد في حاله، مفيش حد قاعد اصلا، مفيش حد قاعد. حرفيا كل واحد مهتم بشؤونه، ما فيش حد مهتم بيكي، ما فيش حد يعرفك اصلا ولا يعرف اسمك. فبليز بليز فعلا خليكي في نفسك واهتمي بنفسك، بلاش تبصي دايما لنظره الناس، لا فعلا ملهاش اي 30 لازمه. الناس دي مش can't pay your bills، اوكي؟ مش هيدفعوا فواتيرك اخر الشهر. انت لا، استقلي بنفسك، خليكي عندك شخصيه قويه، مش دايما تكوني معتمده على اي حد في ان انت عايزه تخرجي او عايزه تنزلي. انت اصلا عندك كل حاجه تاهلك لده، عندك رجلين، عندك ايدين، عندك لسان تتكلمي بيه، عندك عينين تشوفي بيها، عندك كل حاجه، كل حاجه. فكره ان انت كشخص مسؤول مستني ان حد يمسك ايدك ويعطيك الطريق، او ان حد يمشي معاك، او ان حد ياخدك من هنا ويوديك هناك، دي كلها حاجات يعني حرفيا البني ادم هو اللي فرضها على نفسه. مفيش حد فرض عليك تعمل كده ابدا ابدا. انت ربنا خلقك بافضل صوره ممكنه، بافضل صوره ممكنه، عشان انت تستغل كل ده، تهتم بامورك، تشوف حياتك، تشوف دنيتك، ما توقفش حياتك على حد ابدا 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 ابدا. مهما كانت العشره بينكم طويله، ومهما كنتوا ما تقدروش تستغنوا عن بعض، ومهما كل الكلام الجميل الحلو ده، عادي جدا، عادي جدا. وايه يعني؟ بجد نرجع تاني نقول الكلمه بتاعت وايه يعني؟ اللي عايز يمشي يمشي فقط. فبليز شوفي دنيتك، اهتمي بنفسك. بلاش دايما فكره الافكار الغبيه اللي هي بتكون اللي هو لا انا مش هعمل كده عشان انا لوحدي، عشان مفيش حد معاك. مفيش حاجه اسمها كده اصلا، مش المفروض ان حد يبقى معاكي، يعني ده الطبيعي، ده الطبيعي. ليه انت واخده الموضوع بصوره نيجاتيف؟ ده الطبيعي. فكروا في الكلام بجد اللي انا بقول لكم عليه ده، هتلاقوا ان فعلا فعلا والله ما فيش حاجه مستاهله، يعني ما فيش حاجه مستاهله مني تفكيري او ان انا احطها في حساباتي، غير ان انا بس اعتمد على نفسي، ان انا اكون دايما قادره اعمل اي حاجه في اي مكان في اي وقت. ما اكونش دايما مرتبطه بشخص معين، مرتبطه بخروجه معينه مع ناس معينه، ما اكونش دايما مرتبطه بحد معين. لازم، هو البني ادم ربنا خلقه حر، احنا مخلوقين احرار، فليه احنا اصلا نكتف نفسنا مع تعقيدات افكارنا الغبيه حرفيا، اللي بتفضل مخليانا مكاننا وما بنتقدمش 1%. لو قضيتي بس على الفكره دي، ان حرفيا تقدري تسيطري على دماغك بشكل ان هو ما تخليش اي حاجه نفسك فيها انت عايزه يكون نفسك فيها الا وعملتيها، طبعا حلال، طبعا حلال، يعني مش اي حاجه حرام، لا طبعا، دي حاجه اصلا ما فيهاش نقاش. تمام؟ اي حاجه انت نفسك فيها وعايزه تعمليها، اي مكان عايزه تروحي، دايما كده تشيلي نفسك بنفسك وتروحي هناك، ما فيش حد هيحس بده. انت اصلا مجرد ما تحسي الشعور ده، وفعلا تروحي الاماكن اللي انت كنت نفسك تروحيها، وتعملي مثلا الحاجات اللي انت عايزه تعمليها بقى وريفر هي كانت ايه، من غير ما تعتمدي على حد. انت مجرد ما توصلي للنقطه دي، اعرفي ان انت كده خلاص، انت فعلا كسبتي تحدي، ان انت فعلا شخصيه معتمد على نفسك بنسبة 100%. مش دايما أكون رابطة حياتي بناس، دايما أكون رابطة حياتي بردود فعل الناس عليا. مفيش حاجة اسمها كده، لازم تهتمي بدنيتك لوحدك. كده حلو شكل الزهر. نتمشى لحد المدرج. بجد ما تحسسوش نفسكم ابدا ابدا ان انتوا مش كفايه، او ان انتوا اشخاص اقل من اللي حواليكم. هقول لك على حاجه كمان. انا جه عليا وقت كنت بحس دايما ان انا اقل من كل اللي حواليا، نظرا لان كل اللي حواليا كانوا بيطوروا من نفسهم يعني. وانا تقريبا كنت في فيكيشن بيني وبين نفسي، في اجازه. بس حقيقي اول ما اخدت فكره ان انا مش عايزه اكون كده، او مش دي الحياه اللي انا حباها، وانا عايزه دايما اكون الشخص الحر في حياته، اكتشفت ان عشان ده يتحقق فعلا لازم اكون شخصيه منضبطه جدا، عندي وقت التزام، ما بعملش في اي حاجه غير ان انا بذاكر وبنمي من نفسي، وعندي وقت ترفيه، حاجه طبيعيه يعني. انا عملت كده عن نفسي، يعني بقول لكم تجربتي بمنتهى الشفافيه. فخصصت وقت لنفسي في اليوم، انا هقعد اطور من نفسي، اعمل اي حاجه تخليني اتطور، حتى لو 1% يوميا، 1% بس، 1% من كل حاجه. لو انا عايزه اذاكر انجليزي، هقعد 1% كل يوم اذاكر انجليزي. عايزه اذاكر فرنساوي، هقعد 1% كل يوم اذاكر فرنساوي. لان انا مش عارفه عايزه اعمل ايه، هذاكر كذا، هعمل كذا. بس الفكره مش في ال1%،
لان كل الناس بتبدا في اول يوم وبتجيب ال1%. الفكره مين بيوصل ل100%؟ وانس ان انت وصلتي بينك وبين نفسك لفكره انك حرفيا وصلتي لليوم ال100، اعرفي ان في امل كبير كبير جدا، لدرجه ان انت قطعتي الجزء الاصعب. حبيت قوي الشجره ده، فقلت لازم اصور عنده. بعد اذنك ما تمسكش في الجاكيت كده، هو شكله جميل جميل جميل. اخد صوره هنا. بدات ان انا اقرا كتب. موضوع قراءه الكتب ده حاجه مهمه جدا، هتخليكي فعلا تشوفي الدنيا بصوره اللي هو لا، في افضل من اللي انا فيه. اقرأوا. لو انتوا ما بتعرفوش تقرأوا، اتفرجوا على قنوات اللي بتلخص الكتب، اكتبوا كده قنوات بتلخص الكتب، هتلاقوا يعني حاجات كتيرة جدا. كل دي حاجات هتخلي عندك حرفيا ثروة فكرية، هو ده اللي هيطوركم، هو ده اللي هينميكم. فاشتغلوا على نفسكم جدا، هتكونوا فعلا ناس تستحق الثقة فعلا، وهتكوني قادرة انك تعتمدي على نفسك في أسوأ الحالات قبل أفضل الحالات. أكيد اخرجوا وغيروا نفسيتكم، وهتلاقوا فعلا ان الدنيا بتتغير معاكم للاحسن. ما تفضلوش مكتئبين قاعدين في البيت، ما جوين جو الدارك مود اللي ملوش اي 30 لازمه. لا، البسوا ابيض واخرجوا حتى لو الدنيا بتمطر. واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.